تعرف إن الفاكهة الجميلة دي ممكن تموتك؟ إحنا لما بنتعب بنروح للدكتور وبناخد الدواء، بديهيات يعني. بس عمرك سألت نفسك الدواء اللي بناخده ده بعد ما بيعمل مفعوله بيحصل فيه إيه؟ الدواء لما بيخلص شغل الجسم خلاص ما بقاش محتاجه، فبيبدأ يعدي على الكبد اللي فيه انزيمات اسمها السيتوكروم واللي بتقدر تكسر عدد كبير من الأدوية. وهنا بقى نرجع للجريب فروت. مشكلة الجريب فروت إنها بتوقف الإنزيمات اللي بتكسر الدواء، بالتالي الدواء دلوقتي مفيش أي حاجة تقدر تكسره، وكل ما اخد جرعة أكتر كل ما تركيز الدواء في جسمي بيزيد أكتر وأكتر. وسامعك اللي هتقولي ما كويس، ما كده هنخف أسرع، بس أحب أقولك ما كانش حد غلب. زيادة الدواء بالشكل ده ممكن تسبب التسمم وأحياناً بتوصل للوفاة. فلو بتحب الجريب فروت كلها، هي ليها فوائد كتير جداً، بس ضروري لو هتاخدها مع أي دواء ارجع للصيدلي وتأكد منه كويس علشان